السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا هنعمل خل التفاح. ازاي نعمل خل التفاح؟ خل التفاح مفيد جدا في البيت. كمان مع يعني لو اخدتي كل يوم معلقة خل التفاح على كوباية مية مع عصرة ليمونة، بيقوي حمض المعدة وبيساعد على الهضم، ويقضي على البكتيريا الموجودة في الأمعاء اللي هي بتبقى مش كويسة. المهم يعني هنغسل التفاح كويس جدا وننشفه بمنديل أو فوطة، أهم حاجة تشيل البذور بتاعته اللي هي في القلب دي، علشان ايه ما لما يجي يتخمر ما يعفنش معاكي. هنقطع الكمية كلها ونحطها في برطمان ازاز. اهم حاجة يكون البرطمان معقماه، حطاه يا اما في الفرن البوتاجاز او حطاه على النار من فوق كده لغاية ما يتعقم. وحطي كمية التفاح كلها في البرطمان. احنا ممكن تحطي معلقة خل التفاح بعد في النهاية، لو عندك خل، او معلقة خل حتى عادية. لو ما عندكيش خل تفاح، معلقة خل عادية علشان بس يساعد على التخمر بسرعة ويخمر بسرعة. خلصنا الكمية كلها، نحط عليها معلقتين خل تفاح وهنغطيها بقماشة، حتة قماشة نظيفة واربطيه بأستك، وسيبيه بقى في المطبخ عندك او في اي مكان يعني يكون مظلم شوية عادي. حطيه في كيس اسود وسيبيه واتركيه 40 يوم. كل 10 ايام هتيجي تقلبيه، ترجيه كده بالرجة وتحطيه مكانه تاني. خلاص كده احنا هنغطيه بالقماشة ونحط الاستك عليه. واهم حاجة كل 10 ايام تمسكيه وترجيه، يا اما تقلبيه بالمعلقة. كده عدى 40 يوم. خلاص. بالنسبة لكم يا بنات، انتوا علشان النتيجة تطلع معاكم كويسة، قطعوا شرايح التفاحة يعني قطعوها شرايح رفيعة جدا علشان ما تعفنش معاكم. انا قطعتها كبيرة بس كنت بقلبها كل يوم، فانتي قطعوها شرايح رفيعة خالص علشان النتيجة يتخمر معاكي بسرعة. وبعدين قلبيه كل يوم والتاني، يعني كل يومين قلبيه بمعلقة خشب. افتحي الشاشة اللي على فوهة البرطمان وقلبيه كل يوم التاني بمعلقة خشب علشان ايه يتخمر معاكي بسرعة. احنا هنحطناه في شاشة كده وهنبدأ بقى نعصر فيه. ننزل العصارة بتاعته خالص خالص جامد. خلاص كده قربنا نخلص عصر. اعصري كويس خالص، طلعي العصارة كلها فيها، يعني بصراحة هتوجع ايدك شوية. ايدي وجعتني قوي. هكملها بعدين. خلاص خلص. حصلنا على خل التفاح. انا عبيته في برطمانات ازاز عندي. انت عبيه برطمانات ازاز او اي برطمانات عندك، يفضل يعني يكون ازاز، واحفظها في التلاجة او خزنها بره طالما الجو برد يعني. خل التفاح شوفي حلو جميل، ولونه جميل ازاي. لونه جميل جدا وحلو وصحي وافضل من اللي في المحلات بره. انت ممكن تستخدمي معلقه خل التفاح على كوبايه ميه مع عصره ليمونه ورا وجبه الغداء. بتقوي حمض المعده وبتساعد على الهضم. مفيده جدا يا بنات. اتمنى ان الوصفه تعجبكم. دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.